أهلا بكم مشاهدينا في كل مكان. نقدم لحضراتكم من تلفزيون دولة إريتريا نشرة 10 نسهلها بالعناوين. إحياء اليوم العالمي للإنسانية. وزارة الزراعة تنبه بأوضاع الأمطار. معرض عنسبة يسهم للتعريف بالتشجير. ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في جدة. ليتوانيا تغلق معبرين مع بيلاروسيا ولوكاشينكو يتوعد أوكرانيا. مناورات روسية صينية بالمحيط الهادي واليابان ترد بنشر مقاتلات. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. أحيت البلاد في 18 من أغسطس اليوم العالمي للإنسانية في حفل أقيم في منطقة مايدمنت تحت شعار الإنسانية الجماعية بوسيلة العدالة الاجتماعية والاعتماد على الذات والمشاركة الشعبية. وقام الوزراء والمسؤولون في الحكومة وممثلو منظمات الأمم المتحدة وآخرون بغرس الأشجار في مايدمنت ورعاية شتول الأشجار المزروعة مسبقا تشجيعا لجهود مكافحة التصحر. وقال المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية في وزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد مهرة آب فالسهية في المناسبة إن اليوم العالمي للإنسانية هو يوم للتذكير بالذين يعانون في الحياة المعيشية بسبب الحوادث الطبيعية والتي من صنع الإنسان والتعهد بشأن الإنسانية. وأوضح أن البشرية تواجه مخاطر وتأثير الحوادث الطبيعية والتي من صنع الإنسان وتبذل المحاولات للسيطرة عليها، غير أن الأزمات الإنسانية التي يشهدها العالم حالت دون نجاح هذه المحاولات، ونتج عن ذلك انعدام العدالة الاجتماعية والحروب المستمرة نتيجة التدخلات الخارجية وانهيار ودمار البيئة والمجاعة الناجمة عن الاحتباس الحراري والأمراض والنزوح. وذكر بأن القيم الإريترية تحافظ على الكرامة الإنسانية وتمنح الاحترام لحقوق الإنسان والمساواة وتؤمن بالتعاون والتعاضد. ودعا للقيام بالجهود المستدامة لجعل مكافحة الحوادث البشرية وأضرارها مبنية على الإنسانية المشتركة ومبادئ العدالة الاجتماعية والاعتماد على الذات والكرامة والنماء الإنساني وخاصة الملائمة مع برامج التنمية. وأضاف السيد مهرة آب أن الرعاية الإنسانية العادلة التي قامت بها الجبهة الشعبية في فترة الكفاح المسلح ارتكازا على ثقافة وقيم الشعب الإريتري لرعاية النازحين عن ديارهم بسبب الاستعمار وأسرى الحرب يشهد بها التاريخ وتواصله بعد الاستقلال. وقال منسق منظمات الأمم المتحدة في إريتريا السيد أنيس شوما أنه بالرغم من أن الأزمات والتحديات التي يشهدها العالم تعرقل المهام الإنسانية، فأن من المهم القيام بعمل جاد لإنقاذ الحياة وإيصال المواد الأساسية للشعوب التي تواجه المخاطر بمبادئ الإنسانية وعدم الانحياز وكذلك عدم التمييز وعمل تنفيذي مستقل. يحتفى باليوم العالمي للإنسانية يوم 19 من أغسطس منذ عام 2003. أصدرت وزارة الزراعة تنبيها بأوضاع الأمطار هذه السنة مقارنة مع العام الماضي. وقال مسؤول وحدة الأرصاد الجوية الزراعية في الوزارة السيد تخسي ولد جبريل إن معدل هطول الأمطار الربيع كان معدله طبيعي وأعلى من المعدل الطبيعي بأكثر من 55% مقارنة بعام 2022، رغم التوقعات التي كانت ليكون أدنى من المعدل الطبيعي بأقل من 50%. وذكر بأن الأمطار التي هطلت في شهر يونيو على مستوى البلاد كانت الأفضل من العام الماضي، حيث سجلت نحو 83% من نقاط التسجيل معدل طبيعي وعلى من الطبيعي، وأن هطول الأمطار في شهر يوليو كان قليلا. وأشار أن هطول الأمطار تتزايد في شهر أغسطس، ويتوقع إذا استمر الوضع هكذا إمكانية استمرار الأمطار حتى شهر سبتمبر.
أوضح منظمو معرض إقليم عنسبة في مهرجان إرتريا 2023 أن المحتوى الخاص بالأوضاع الحالية للأشجار المستوطنة يساهم في زيادة الوعي بين المجتمع بشكل عام والتأثير على أنشطة الحماية وغرس البديل. ويسلط المعرض الضوء على الجهود التي تبذلها سلطة الغابات والحياة البرية بالتعاون مع جميع شركائها العاملين لتنمية مختلف الأشجار المستوطنة المهددة بالانقراض، ويحصلون على استجابة إيجابية من الزوار. وذكروا بأن الهدف الأساسي من المعرض حماية ورعاية الأشجار ذات الأهمية الاقتصادية والاجتماعية والتعريف بجهود تنميتها بالبديل والدفع بمساهمة المجتمع. الهدف الرئيسي من المعرض هو تشجيع المجتمع على المساهمة في الحفاظ على الأشجار المهددة بالانقراض واستبدالها. وأوضح الزوار إدراكهم مخاطر الانقراض التي تهدد الأشجار المستوطنة واستعدادهم المساهم بدورهم لغرس البديل. نظم مكتب الاتحاد الوطني للمرأة فرع ساوة مؤسسة التعليم العالي دورة تدريبية لمدة أسبوع على الإدارة والقيادة ل 46 امرأة تعمل في وزارات مختلفة. تم إجراء التدريب للمرة الثالثة بالتنسيق مع المكتب الرئيسي للاتحاد الوطني ونبادرة التوعية للدكتور هايلي نوغوسي المقيم في الولايات المتحدة. وأوضحت مسؤولة الدراسات والمعلومات في الاتحاد الوطني للمرأة السيدة فاطمة عبد الرحمن في اختتام الدورة التدريبية يوم 17 من أغسطس أن الهدف من التدريب هو تدريب قادة أكفاء في العمل. وقال الدكتور هايلي نوغوسي الذي قدم التدريب إنه راض عن قضاء إجازته في مثل هذا العمل النبيل. وحثت مسؤولة قسم الخدمات الاجتماعية الاقتصادية في الاتحاد السيدة سناية مهاري للمتدربات على أن يكون قويات جادات لترجمة الدروس المستفادة على أرض الواقع. وقالت ممثلة المتدربات أن التدريب الذي تلقينه يساعدهن في تطويرهن المستمر في العمل. عقد مكتب وزارة استشهد في 16 من أغسطس عضو شركة حارات للمواصلات المنادل تخلاي إياسو كيداني مريم عن عمر ناهز 71 عاما جراء مرض ألم به. التحق المنادل تخلاي إياسو بصفوف قوات التحرير الشعبية في شهر نوفمبر 1975 وخدم قبل الاستقلال في جهاز النقل والقوات المقاتلة وبعد الاستقلال في مؤسسة الإغاثة والتأهيل وشركة حارات للمواصلات العامة بمختلف مستويات المسؤولية. المنادل تخلاي إياسو متزوج وأب ل4 أبناء. وقد وري جثمانها الثرى ظهر يوم 17 من أغسطس في مقبرة الشهداء في أسمرة. وتعرب شركة حارات للمواصلات عن حزنها لاستشهاد المنادل تخلاي إياسو وتقدم تعازيها لأسرته ورفاقه وزملائه. مشاهدينا فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي. على الصعيد العالمي التقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللحيان بمدينة جدة حسب ما ذكرت وسائل الإعلام من البلدين. وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن الجانبين استعرضا العلاقات والفرص المستقبلية للتعاون بين البلدين وسبل تطويرها بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها. ويعد هذا الاجتماع أول لقاء لولي العهد السعودي مع مسؤولين إيرانيين منذ استئناف العلاقات بين القوتين الإقليميتين في مارس الماضي بحسب فرانس بريس. وكان وزير الخارجية الإيراني قد صرح بعد اجتماعه مع نظيره السعودي في الرياض بأن المملكة وطهران تحرزان تقدما في إصلاح العلاقات. أغلقت السلطات في ليتوانيا معبرين من المعابر الستة الحدودية مع بيلاروسيا، فيما توعد الرئيس البيلاروسي ألكسندر بضرب مراكز صنع القرار في كييف دون سابق إنذار إذا ما تخطى الغرب وأوكرانيا الخطوط الحمراء.
وقدر قائد جهاز حرس الحدود الليتواني أن إغلاق المعبرين اللذين يستخدمان بشكل أساسي لعبور الأشخاص والمركبات الخفيفة لن يكون له تأثير على حركة البضائع عبر الحدود. ونددت بيلاروسيا بالخطوة الليتوانية معتبرة أنه قرار غير بناء وغير ودي، موضحة أن ليتوانيا تستخدم أي ذريعة للحد من سفر مواطنيها إليها. ويتصاعد التوتر منذ السابع بين بيلاروسيا وجارتيها بولندا وليتوانيا اللتين تدرسان إغلاق حدودهما مع جارتهما بالكامل. وفي هذه الأثناء قال لوكاشينكو إن بيلاروسيا سترد بكل ما لديها حال تعرضها لأي عدوان. أجرت كل من البحرية الروسية والصينية مناورات وتدريبات على عمليات الإنقاذ والتصدي لضربات جوية وعلى التزود بالوقود ونقل البضائع أثناء التنقل، وذلك خلال مهام دورية بحرية مشتركة في المحيط الهادي. وتهدف الدوريات المشتركة حسب الدفاع الروسي إلى تعزيز التعاون العسكري مع الصين والإسهام في الحفاظ على السلام والاستقرار بمنطقة آسيا والمحيط الهادي. وكان الناطق باسم الدفاع الصيني قال في وقت سابق إن أساطيل سلاح البحرية التابعة للبلدين تسير دوريات في مناطق غرب وشمال المحيط الهادي، مؤكدا أن مثل هذه المناورات والدوريات المشتركة لا تستهدف طرفا ثالثا وليست مرتبطة بالوضع الدولي والإقليمي القائم. وفي سياق متصل قالت الدفاع اليابانية إنها نشرت طائرات مقاتلة بعد رصد طائرتين روسيتين لجمع المعلومات من طراز إل-38 تحلقان ذهابا وإيابا بين بحر اليابان وبحر شرق الصين. الخبر الأخير في هذه النشرة: كشف رئيس حكومة جزر الكناري الإسبانية فرناندو كلابيخو عن مدى صعوبة السيطرة على الحريق الذي اندلع في جزيرة ترنفيه. وقالت السلطات الإسبانية إن حرائق الغابات الكبيرة التي تمتد على 30 كيلومترا في الجزيرة السياحية أتت على أكثر من 2600 هكتار من الأراضي وأثرت على نحو 7600 شخص وتم إجلاء العديد منهم. واندلعت الحرائق في غابات في شمال شرق الجزيرة التي تعد جزءا من الأرخبيل الإسباني الواقع قبالة السواحل الشمال غرب إفريقيا. كما سارعت طواقم الطوارئ على الأرض وفي الجو لمكافحة الحريق الذي تسبب في تصاعد عمود من الدخان بارتفاع عدة كيلومترات، في حين حذرت الحكومة السكان من التلوث المنبعث من الغازات والجزيئات الصغيرة إثر احتراق النباتات ومواد أخرى. نهاية نشرة هذا المساء. هذا تذكير بأهم وأبرز العناوين. إحياء اليوم العالمي للإنسانية. وزارة الزراعة تنبه بأوضاع الأمطار. معرض عنسبة يسهم للتعريف بالتشجير. ولي العهد السعودي يلتقي وزير الخارجية الإيراني في جدة. ليتوانيا تغلق معبرين مع بيلاروسيا ولوكاشينكو يتوعد أوكرانيا. ومناورات روسيا الصينية بالمحيط الهادي واليابان ترد بنشر المقاتلات. هكذا سادة السيدات نكون قد وصلنا وإياكم لنهاية نشرة هذا المساء. هذه تحيات وتحيات الفريق العامل ودمتم في أمان الله.